السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد سعدة وقناة اي جي انمي قالش، والنهاردة هكلمكم عن أول تحدي اتقال لنا ازاي يخلي حد بيحب الانمي يتفرج على انميات رياضية. ليه الانميات الرياضية ما تتبعش؟ ليه؟ اتفرج معايا وتابعني. واحد صاحبي اتحداني ان هو بيتفرج على الانمي من زمان أوي، بيحب الانمي أوي وبيحب الانميات الشونن وانميات تاريخية وانميات حتى الرومانسية بيتفرج عليها، بس مشكلته انه ما بيحبش الانميات الرياضية، شايف ان هي ملهاش لازمة يعني. فاتكلمت معاه ان الانميات الرياضيه لو انت مثلا بتحب وان بيس، ناروتو، دراجون بول، هانتر، ديس نوت، اتاك اون تايتن، كل ده موجود في الانميات الرياضيه. انت تقدر في انمي رياضي واحد تشوف كل الحاجات دي في انمي واحد، من حماس، من قصه، من دراما، من كوميديا، من حبكه، من كل حاجه بتحصل، من اثاره طبعا وشد الانفاس موجود في الانميات الرياضيه. لو واحد ما بيحبش الانمي عموما، انت بتقنعه ديس نوت، اتاك اون تايتن، الحاجات اللي هي تشده حتى لو هي مش اعظم حاجه في رايك، بس انت عارف ان الحاجات دي هتشده من اول حلقه وتغير رايه في الانمي ويتفرج عليه. الانميات الرياضيه نفس الموضوع. عندك انمي زي كروكو نو باسكت، الانمي ده اكتر انمي برشحه للناس اللي زي ده، اللي ما بيحبوش الكوره او اللي ما بيحبوش الانميات الرياضيه. الانمي ده بيشدك من اول حلقه، والانمي قصته بسيطه وجميله. بيتكلم عن خمسة من جيل المعجزات، بيسموهم كده لأنهم كانوا متفوقين جدا في رياضة السلة. هما في إعدادي واتفرقوا في ثانوي، وبيجي الشخص السادس، لأن رياضة السلة بتتلعب بخمسة. السادس بتاعهم كان اسمه كروكو ده كان الشخص الخافي بتاعهم، مكانش ظاهر ومكانش مشهور زيهم، وبيقدر يكون فريق وبيهاجم. مش عايز أحرق عليك، بس الأنمي ممتع من أول حلقة، وبيعلقك بالشخصيات اللي بتحاول تبدأ وتكون أفضل بيها للآخر. ولو صاحبك ما بيحبش السلة أو عايز يتفرج على أنمي كورة، عندك بلولوك. ولو صاحبك عايز يتفرج على حاجة تانية زيهم بعد ما يتفرج عليهم، ممكن يتفرج على أنمي هايكو عن كرة الطايرة. أنمي كرة طايرة خارق، نفس فكرة كوروكو، بس ممكن حتى لو مش هيشدك قوي عشان الكرة الطايرة مش مشهورة قوي في الأول، بس بعد كوروكو هو أحسن أنمي تكمل بيه. أنمي جميل، أنمي عن كرة الطايرة، بيتكلم عن شخص قصير بس يحير يعني. بصراحة من أحسن الأنميات اللي ممكن تشوفها في حياتك هو أنمي هايكو. نفس الإثارة ونفس الدراما ونفس حبسة الأنفاس، هو هيكسب ولا لأ. لما بتكمل بعد كده بتلاقي فعلا في أنميات تانية. انت ممكن تتفرج بقى لو على أعظم أنمي كرة سلة، لو انت عايز تتفرج أنمي سلام دانك. أنمي سلام دانك بعيد عن الدراما اللي فيه، هو أكتر أنمي فيه كوميديا شفته في حياتي، وأحسن دبلجة لسبيس تون عملتها الأنمي سمعتها على فكرة. الأنمي طبعا بعيد عن الكوميديا وبعيد عن إنه أعظم أنمي مثلا كرة سلة في رأيي وفي رأي ناس كتير، وكانت المانجا بتاعته هي سبب ظهور أنميات رياضية تانية غير البيسبول وكرة القدم، لأن كان كل الأنميات قبل كده الرياضية مقتصرة عن كرة القدم، وكان حتى المؤلف اتكلم في كده. لا، من بعده بدأ يظهر حاجات تانية، وفعلا كان سبب إن أنميات من نوع تاني تظهر. والأنمي ده هو أنمي سلام دانك طبعا. الانمي كوميدي، الانمي بيتكلم عن شخص فاشل وبيعمل، ودي اكتر حاجه بحبها، ان هو الشخص فاشل بقى زينا كده ومش عارف ينجح بسرعه، والحاجه بجلوس سهله، وبيكافح ويحارب لحد ما يوصل للقمه. برشح لك انمي سلام دانك لو انت بتحب الرسم القديم وعايز تشوف حاجه عظمه زي كروكو او زي هايو. وبعد كده ممكن برضو لو هو مش عاجبه سلام دانك وعايز برضو يكمل في الكوره، في انمي اواشي. انمي اواشي انمي كره قدم، في تكتيك وفي مهارة زي بلو لوك، ممكن أحسن لأنه واقعي. والواضح أوي من اللي بيكتب الأنمي ده فعلا لعيب كورة وبيفهم في الكورة، تحس إن رحلة صعود لاعب وبطريقة جميلة. وعندك برضو لو أنت عايز واحد بقى بيفكر وبيخطط، أنت ممكن تتفرج على أنمي أنا رشحته قبل كده، أنمي جاينت كيلينج. الأنمي ده بيتكلم عن قاتل العمالقة اللي هو سافر انجلترا مدرب، وقدر يكسب بفرقة درجة تانية، يكسب الكاس ويكسب فرق كتير، لدرجة ان هم سموه قاتل العمالقة لانه هو كان قادر يقتل عمالقة كرة القدم في انجلترا، ويرجع اليابان يدربهم. مع رشحته قبل كده ورشحه ليك لو انت عايز انمي بيتكلم عن مدرب. في نفس الوقت يبدأ بقى صاحبك انت بقى، لو صاحبك هنوك بقى ويقول لك ايه، انا عايز انمي فيه إثارة، فرشح له واحد من اقوى الانميات الرياضيه، يعتبر اقوى واحد برضو، انمي ملاكمه، انمي هايجو نو ايبو. انمي هايجو نو ايبو بيتكلم عن ملاكم واحد بادئ عنده، كان بيساعد اهله في صيد السمك، وكان بيشيل، وكان واضح على جسمه انه جسمه قوي بدني، بس كان بيتدرب. شفت كده حماده هلال في حلم العمر، نفس الموضوع كده، بيتدرب من العيال لحد ما مدرب بيشوفه ويشوف انه ممكن يلعب ملاكمه ويدافع عن نفسه، وبالفعل بيدافع عن نفسه وبيبدأ يتدرب، ويوريك رحلة صعوده في أنمي أقل ما يقال عنه واحد من أعظم الأنميات في تاريخ اليابان. الأنمي ده هيخليك تحس إنك عايز تروح الجيم دلوقتي، تروح تلعب رياضة حالا. ودي رسالة كل الأنميات الرياضية على فكرة، بتخليك تبقى عايز تلعب رياضة، تبقى عايز تهتم بنفسك، تبقى شايف إنك لو قدرت تنجح في رياضة تنجح في حاجات تانية، وتقدر تبقى ملتزم في حاجات تانية.
ودي الرسالة اللي بيقدمها. انميات رياضية اكتر انميات مفيدة ممكن تتفرج عليها. هايجن ايبو 75 حلقة الحلقة، وبعد كده في جزئين كمان، جزء 25 حلقة. انتاج كويس، الانمي قصته جميلة، مش هتزهق للحظة وانت بتتفرج عليه، وانصحك تشوف. لو شفته وعجبك ممكن تشوف انمي تاني اسمه ميغالو بوكسنج. الانمي ده بيتكلم في المستقبل ان الاغنياء هينفصلوا عن الفقراء ويرموهم، ويبقى في رياضة اسمها ميغالو بوكسنج، هي زي الملاكمة بس بيلبسوا جوانتات حديد عشان خاطر يقدروا يحاربوا بعض. الانمي ده ممتع وملاكمة برضه، هتستمتع بيه وحلقاته قليلة وهتحبه أوي. بس نرجع تاني لصاحبك اللي بيحب الحنيكة. ممكن يقول لك طب ما انا كده مثلا لو قلت لي الاثاره زي اتاك اون تايتن، ولا الدراما زي وان بيس، ولا الاكشن زي ناروتو، فانت ما جبتليش حاجه بقى زي ديس نوت وانا عايز حاجه ذكيه. هتقول له انمي وان اوتو انمي بيتكلم عن التنس، بس البطل فيه بيستعمل ذكائه في التنس، وللاسف هو البطل كان مقامر وبعد كده دخل في مجال التنس وبقى واستعمل نفس الذكاء ده ونفس التفكير انه يكسب الماتشات بتاعته. الانمي ممتع وجميل. بس لو شفته ولقيت البطل بسجارة وما عجبكش ان انمي رياضي يبقى البطل بسجارة وعايز انمي تنس تاني، ارشح لك انمي الاعظم، انمي برنس اوف تنس. انمي عظيم من اول دقيقة، وهتحبه وهتحب رياضة التنس فيه، وهيعلمك وهتبقى مستمتع جدا. وممكن تكمل لو عايز انواع تانية من الانمي. في انمي اسمه يوماشي بادل، الانمي ده بيتكلم عن سباق العجل. انمي بيتكلم عن سباق العجل، بجد انمي ممتع. انت بتتفرج على بطل في الاول فاشل، برضو النوع اللي احنا بنحبه، اللي هو اللي بيبقى فاشل في الاول بس بيكتشف موهبته وبيكمل. ان هو بطل كان بيروح من بلد لبلد عشان هو بيحب يجيب فصول المانجا عشان يقراها، عشان هو اوتاكو. وفي صورة مشهورة ليه وهو بيقول انا اوتاكو فاشل ما وصلتش لحاجة، وكانت بتنزل دايما. هو ده الانمي اللي بيحكي عن الموضوع ده. والانمي ده اللي هو كان بيروح من بلد لبلد عشان يشتري المانجا الجديدة من الانمي اللي هو بيحبه. واكتشف بعد كده ان هو بيروح بالعجله من بلد لبلد، حاجه ما فيش انسان يستعملها، وبدا يستعمل موهبته دي انه يشترك في سباقات عجل. في انمي لو انت بتحب السباحه ممكن تتفرج على انمي فري. انمي فري بيتكلم عن ناس بتحب السباحه وبيعرفك برضو السباحه. ولو انت بنت وعايزه تتفرج على انمي ممكن تتفرج على فري، البنات بيحبوه، مش هقول ليه. برضو انميات في حاجات كتيره. في انمي كره قدم امريكيه اسمه يوشيدا 21. الانمي ده المؤلف بتاعه هو نفسه مؤلف ون بانش مان، الرسام بتاع ون بانش مان، مش المؤلف، الرسام. فالانمي ده جميل جدا وبيتكلم عن كرة قدم امريكية وبيشدك فيه من اول لحظة. وفعلا في عنف وفي نفس الوقت في رياضة اللي هي زي نوع الرياضة. انت لو دورت على كل انمي هتلاقي فيه انمي فعلا عبقري. الانميات الرياضية لو هي واخدة حقها هتبقى احسن من انميات الشونن بكتير، لان انت بتعيش في الاجواء، وكلها مرتبطة بموضوع ان كان في تجربة حصلت على الرياضيين بيقولوا ان الرياضي لما بيوصل لمرحلة ذهنية انه مركز اوي في الملعب، بيبقى في تحفيز في عقله بيخليه مركز بدرجة كبيرة. وده اللي استعملتها كروكونو باسكت في موضوع الزون في الحلقات، واستعملها برضه هاجمي ايبو في ماتشات الملاكمة، انه لو كان حتى مغمى عليه هو عنده العزيمة انه يقاتل. ده دايما اللي بيستعملوها في تلوين لون العين عشان خاطر شكل العين يتغير وكده. حتى في بلو لوك استعملوا الموضوع ده. وبرضه في انميات كتيرة من النوع ده. انميات الرياضية بتحفزك، الانمي عموما بيحفزك انك تعيش في العالم ده وتحبه. تخيل بقى بتشوف انمي رياضي بيديك كل الحوافز دي وكل الطاقة دي وانت بتتفرج بس. الانمي الرياضي ميزته عن كل الانميات ان هو فعلا بيديك طاقه انك تتفرج وتكمل. اتمنى تشوفها وتقول رايك. ولو انت شفت اي انمي رياضي عجبك قول لي في الكومنتات. ولو انا نسيت انمي معلش، حاولت اجيب اكبر قدر من الانميات المشهوره الرياضيه اللي محدش شافها واتظلمت جدا، واتمنى تشوفوها ويعجبكم.